شوط أول لبرشلونة مستحق وتقدم مستحق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0. ولكن قبل متابعة الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، خلينا نوصل 10,000 متابع قبل السنة الجديدة لعام 2025، حيث تقدم برشلونة عن طريق بيدري في نهاية الشوط الأول. ولكن تقدم لبرشلونة مستحق بكل ما تعنيه الكلمة، حيث سيطر على المباراة بالطول وبالعرض. سيطر بالاستحواذ وبالضغط العالي وبالشراسة الهجومية وبالنزعة الهجومية أيضا، وبالإضافة أيضا إلى الالتحامات البدنية. خط وسط برشلونة تفوق على خط وسط أتلتيكو مدريد بكل قوة. كل الكرات لأتلتيكو مدريد خسرها وأغلبيتها يسترجعها بلاعبين برشلونة، بالاخص كاسيدو وبيدري وجافي. جافي مهم جدا وبالاخص خلف ليفاندوسكي. اعجبني اليوم رافيني على الجهة لامين يامال، ما حسسنا بغياب لامين يامال. وبالاضافة الى ما فيرمين لوبيز في الجهة اليسرى ودخوله الى العمق ومساندة ليفاندوسكي، وايضا عرضيات فيرمين لوبيز، يعني عرضيات افضل من بالدي من هذا الناح. ولكن اتلتيكو مدريد ليس خطيرا ابدا في الشوط الاول، يعني يمكن ما صنع فرصة او فرصتين، ولكن اغلب الفرص كانت من قبل برشلونة. وبرشلونة ضيع اكثر من فرصة سانحة للتسجيل على اوبلاك، ولكن سوء الانهاء وسوء الحظ خلى برشلونة يتقدم فقط بنتيجة 1-0 عن طريق بيدري. اليوم خط الدفاع متكامل لبرشلونة بدون اي خطأ لأي لاعب من لاعبين برشلونة في خط الدفاع. لعب بدفاع متقدم ولعب على مصيدة التسلل ونجح فيها. يعني لازم على برشلونة في الشوط الثاني لا يخلي يسترخي قدام اتلتيكو مدريد، يتم على نفس الرتم الشوط الاول، ولكن بحذر وبالاخص لدفاعات برشلونة، لانه دفاعات برشلونة بالاخص انه في الفترة الاخيرة بالاخص في مصيدة التسلل للاعبين برشلونة ما تنجح اوقات، وشفنا اكثر من فرصة اتلتيكو مدريد قدر انه يكسر مصيدة التسلل للاعبين نادي برشلونة، ولكن بينيا كان لها بالمرصاد وتصدى للعديد من الكرات لاتلتيكو مدريد. سوف ننتظر في الشوط الثاني، نتمنى الا يسترخي برشلونة، نتمنى ان يكون على نفس الحدة الشوط الاول، لانه هذا اتلتيكو مدريد شرس جدا وبالاخص في الاوقات القاتلة، فيجب على برشلونة التسجيل الهدف الثاني والثالث لكي يقضي على اتلتيكو مدريد نهائيا ويخرج من هذه المباراة منتصرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، خلينا نوصل 10,000 متابع قبل السنة الجديدة لعام 2025.